انتشر خبر في شوارع المغرب همس في البداية، ثم تحول إلى دوي هائل. لقد أصدر الملك محمد السادس في لفتة ذات مغزى هائل عفوا ملكيا. لم يكن هذا عفوا عاديا، بل كان مرسوما يلامس جوهر حرية التعبير. سيطلق سراح العديد من الصحفيين والمدونين الذين كانوا قد سجنوا سابقا بسبب أحكام قضائية. اجتاحت الأمة موجة من الترقب والأمل. لم يكن هذا العمل الرحيم يتعلق فقط بالأفراد المعنيين، بل كان بمثابة بيان يؤكد التزامي الملك بمبادئ مجتمع عادل ومنفتح. لقد كان منارة أمل تشير إلى ذوبان جليد محتمل في العلاقة المتوترة في كثير من الأحيان بين الملكية وأولئك الذين تجرؤوا على تحدي الرواية الرسمية. كان من بين الذين تم العفو عنهم شخصيات أصبحت رموزاً للنضال من أجل حرية الصحافة في المغرب. كان من بينهم توفيق بوعشرين، مدير جريدة أخبار اليوم المعروف بانتقاداته اللاذعة للحكومة، وإلى جانبه سليمان الريسوني رئيس تحرير النفس الجريدة الذي صمت صوته لفترة طويلة جدا. كما منح عمر الراضي الصحفي الاستقصائي المعروف بمتابعته الجريئة للحقيقة حريته. قوبل إطلاق سراحه بفرحة خاصة، فقد لاقى عمله صدى لدى الكثيرين ممن يتوقون إلى الشفافية والمسائلة. لقد كان لكل اسم صدى لدى الجمهور، وكانت كل قصة بمثابة شهادة على قوة وأهمية الصحافة الحرة. تجاوز العفو الملكي نطاق الصحافة. لقد شمل دائرة أوسع من الأفراد، العديد منهم سجنوا بسبب معتقداتهم السياسية. تم منح أكثر من 1178 شخصاً عفواً في شهادة على رغبة الملك في تعزيز الوحدة والمصالحة، وشمل ذلك 30 سجيناً سياسياً. وقد رحبت منظمات حقوق الإنسان داخل المغرب وخارجه بإطلاق سراحهم، وكانت قصصهم التي غالباً ما طغت عليها القضايا البارزة للصحفيين بمثابة تذكير بالأصوات العديدة التي أسكتت داخل المملكة. وعلى الرغم من أهمية العفو، فقد سلط الضوء أيضاً على الحاجة المستمرة إلى إصلاحات قانونية شاملة لحماية حرية التعبير والتجمع. تزامن توقيت العفو مع الذكرى 25 لاعتلاء الملك محمد السادس العرش. وفر هذا الحدث الهام ربع قرن من الحكم خلفية مناسبة لعمل ذي أهمية رمزية كهذه. لقد كان وقتاً للتأمل ولفحص الماضي ورسم مسار للمستقبل. اعتبر الكثيرون العفو علامة على التزامي الملكي بالإصلاح، ووعداً بمغرب أكثر انفتاحاً وشمولة. لقد كانت لافتة لقيت صدى عميقاً لدى الشعب، وأثارت الأمل في مستقبل لا يقابل فيه المعارضة بالقمع، بل بالحوار والتفاهم. تردد صدى نبأ العفو في جميع أنحاء البلاد وخارجها، واستقبلها الجميع بترحيب ببيروت. فاء الحذر أرحبت منظمات حقوق الإنسان داخل المغرب وخارجه بهذه الخطوة باعتبارها خطوة في الاتجاه الصحيح، وأشادوا بها باعتبارها انتصاراً لحرية التعبير وشهادة على قوة الدعوة المستمرة وغمرة الفرحة عائلات الصحفيين والناشطين المفرج عنهم. وكان تدمعهم مزيجاً من الارتياح وعدم التصديق. لقد كسر الصمت الذي كان يكتنف حياتهم، وحل محلها الوعد بلقاء الأحباء وتجدد الأمل مع ذلك. ففي خضم الاحتفالات كانت هناك دعوات لمزيد فقد اعتبر العفو على الرغم من أهميته خطوة أولى أساساً يبنى عليه إطار عمل أكثر قوة لحماية الحريات الأساسية، واستمر النضال من أجل مغرب حرو ديمقراطي حقاً.